أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الختامية والفنية من برنامج صباح الكوفية. راح دائما في الفقرة الختامية يعني حصتها ونصيبها كبير من للفنانين والمبدعين والمميزين دائما في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. إن شاء الله بنتمكن أن نوصل لكل الفنانين والموهوبين في فلسطين في الضفة الغربية و 48 وكل فلسطين إن شاء الله. في راح نسمع اكثر يعني من خلال الفقرات الفنيه، دائما بنحب نسمع الاصوات اكثر مما بنسال. في هاي الفقره معنا الفنان اكرم حمدون. اكرم، يسعد صباحك. الله يسعد صباحك حبيبي. ورمضان كريم، كيف رمضان معك؟ الله أكرم. رمضان الحمد لله بخير، شهر فضيل، شهر جميل طبعا، جميل، وربنا يتقبل منا الطاعات. يا رب. طيب احنا دائما مع الفنانين ما بحب اسال اي سؤال، بحب اسمع وبعدين الاسئله لحالها بتيجي. كمان الساده المشاهدين انه يعني بدهم يسمعوا اكثر، نشوف صوت اكرم بعدين بنسال. فشو بدك تسمعنا؟ سمعكم موال عراقي. موال عراقي. تحبوا العراقي؟ أمان 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 أمان، يسألوني شي جايك شبيك حيران، يوبا يسألوني شي جايك شبيك حيران، يوبا حتى بضحكتك، يوبا حتى بضحكتك مرسومة لحزان لحزان، وسبب كل حزن هذا، وسبب كل حزن هذا عندي بستان، عندي بستان جنة على الأرض فاكهة وأغصان، ويلي ومقام الأنبياء ولذرحت أهل البيت، ومقام الأنبياء ولذرحت أهل البيت مقام عدل، لكن للأسف، لكن للأسف ما من سنة ارتاحت من حرب الحرب، كل يوم طوفان صار النفط دم والنهر عطشان، ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. الله عليك، يعطيك العافية. أخليك تسلم. من كم سنة صار لك تغني؟ وأنا عمري 10 سنين، يعني تقريبا 9 سنين زي هيك يعني. 9 سنوات. وفي لون معين هو المواويل اللي انت متخصص فيه، او كيف؟ لون المواويل اللي انت بتغني فيه، ولا في لون معين؟ لا أنا أكثر من لون يعني بغني فيه. اللي انت شايف طربي، حالك اكثر فيه. عراقي، سوري، شغلات زي. ومين شجعك على موضوع الغناء؟ الغناء هي بدت في البيت يعني أهلي وخارجيا يعني أصدقائي ومعارف هيك يعني. في حد من العيلة فنانين كيف؟ ابن عمي عماد حمدونة. هو اللي يمكن اللي خلاك هو صحيح ساعدني يعني شوي. جميل. طيب بدنا نسمع منك كمان أغنية. كمان واحدة. حاب أسمعكم أحضن الأيام لفضل شاكر، فنان فضل شاكر. احضنوا الأيام التي تجري من إيدينا، أحلى أيام الهوى، الهوى راحت علينا علينا. احضنوا الأيام التي تجري
من ايدينا احلى ايام الهوى. الهوى راحت علينا علينا. نشان دوقونا دوقونا بالسكر، دوبونا دوبونا. وبعد ما حبيناهم وبعد ما هنيناهم وبعد ما حبيناهم وبعد ما هنيناهم المر ساقونا بالرخص باعونا. لا 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 المر ساقونا بالرخص باعونا. باعونا ليليا ليليا ليل يا ليل يا ليل. ما شاء الله عليك. الله يخليك. شاركت في برامج مثل Arab Got Talent و The Voice والله أنا كنت مشارك في The Voice العام الماضي. بس نقابة الفنانين رفضت إنها طلعني لأنه كان في أكثر من موهوب طالع وما زبطش، فتأجلت أنا للسنة هذه. بس ممكن تكون مشاركة فردية. كيف؟ ممكن تكون مشاركة فردية. إيش رأيك تحط جوالك صامت أول عشان هذا الشيء؟ في بعض الضيوف بغلبونا زي أكرم، بنحكي له حط الجوال صامت، بيحكي لك كل جوال صامت وبيطلع مش صامت. طيب ولا بس من حقك إنه أنت تشارك كمان يعني كان في البرنامج. هو صحيح بس يعني ظروف ايش نعمل يعني. بس مفكر انه في السنوات الجايه انه تشارك؟ اكيد طبعا. كل ما صوتك كمان بتحسن، صوتك جميل لكن برضه كمان محتاج تدريبات بسيطه. لا هو مع الصيام عشان هيك. وحتى يكون كمان قوي اكثر وتمثل يعني وتكون يعني تحصل على مكانه كويسه في البرامج اللي بدك تشارك فيها. تمام. انت في اي مرحله دراسيه؟ انا في التوجيه حاليا يعني. توجيهي. صحيح. وبتقدم امتحانات الان؟ صحيح. طب انت اليوم كان في عندك امتحان؟ كيف؟ اليوم كان في عندك امتحان؟ صحيح. وكيف كان امتحانك؟ كويس الحمد لله بخير. يعني قديش متوقع تجيب ان شاء الله في توجيه؟ يعني ان شاء الله هيك الثمانينات يعني اقل شيء يعني. والله؟ طب ممتاز. شو طموحك؟ كيف؟ شو طموحك بس تخلص توجيهي؟ شو حابب تكمل في تعليمك في مجال تعليمك؟ صحافة واعلام ان شاء الله. صحافة واعلام. شو اللي خلاك تروح على هذا المجال؟ عشان اقعد مكانك ان شاء الله. تقعد مكاني؟ والله كثير ناس بيقعدوا مكاني. اهلا وسهلا فيكم. نتمنى. انا على فكرة بالمناسبة بحب دائما ادعم الشباب. مجال الاعلام جميل ومتعب في نفس الوقت، لكن لازم كل ما تكون مقلد. هذا اهم شيء. اكيد طبعا. يكون لك بصمتك واسلوبك وادائك مع الناس حتى تتميز باكرم، مش انه اكرم بقلد فلان الفلاني او بقلد محمد او غيره. لا هاي نقطة مهمة. بدنا نسمع نختم معك باغنية. بما انه عليك توجيه ما بدنا تدرس اكثر تنجح اكثر. موضوع الغنى والهذا بيجي لحاله، فموضوع التركيز. رمضان يؤثر عليك في موضوع الدراسة؟ لا كل نهائي. ممتاز. خلينا شو بدك تسمعنا نختم معك؟ الله حاب اسمعكم للأسطورة طبعا فنان وديع الصافي من هون نحن يا بشر. يلا. نهون نحن يا بشر من هون، من هون من فلسطين نحن يا بشر من هون، من الوطن العربي نحن كمان يا بشر من هون، من هون من قصة عمر، من بسمة الأيام للأيام،
صوت بيجيب البكي عالبال، من كوخ من عرزال من موال، من دالي وعنقود من توتي، من غايمة بلاد المطر من هاون. ما شاء الله عليك، يعني صوتك رائع، لك مستقبل، بس ركز في موضوع الدراسة والفن لحاله بيجي. تمام؟ لأنه أنا مش مع في بعض الأحيان بعض الشباب الصغار بالسن اللي زيك هيك اللي بيحكي إنه أنا بدي أصير فنان ومطرب كبير. ماشي، يصير فنان ومطرب كبير، لكن في بعض الفنانين بيكونوا أطباء، مهندسين، ويكون مكملين دراستهم الجامعية. فأنت اهتم بموضوع الدراسة الجامعية هاي وخلي الفن بجانب هذا. أكيد طبعا، يعني أنا يعني حابب يعني أسوي الاثنين بس بهدوء يعني. نعم، ولازم يكون بهدوء، أكيد، بتروي حتى كمان توصل اللي بدك إياه بسهولة. أكيد. شكرا لك أكرم حمدونة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وراح ننتظر موضوع نتائج التوجيه حتى نشوف قديش بدك تجيب. أيوة. وهذا كمان بالمناسبة اللي بدي أحكيه كمان لكل الأهالي أو الأسر وكل الجيران والأصدقاء اللي عندهم الآن توجيه. أنا عارف بتكون حالة طوارئ في البيت، فنتمنى من الجيران وخاصة اللي بيرموا المفرقعات هاي اللي بيرموها في الشارع، ما كأنه هاي يعني مدفع رمضان، بتكون بعد الفطرة أو قبل الفطرة بلحظات ومستمرة طوال الليل. ما بعرفش كيف الأهالي بيسمحوا يعطوا أولادهم فلوس يشتروا المفرقعات هاي ويدوشوا الناس ويأذوا الناس. وشفنا يمكن على المواقع التواصل الاجتماعي كيف بعض الأطفال تأذى، راحت إيده وراحت عينه بسبب المفرقعات هاي المؤذية. فنتمنى انه في زي ما انت كل شخص بحب الهدوء وبحب يكون يعني يشعر بالراحة، كمان هيئوا الاجواء للجيران وللاصدقاء وللناس اللي عندها بتدرس توجيهي، لانه هاي مفصلية، مرحلة التوجيه مفصلية، اما بكمل او يعني بدناش نحكي هي يعني هي مقياس بنفس الوقت، بس مهمة انه يكمل الدراسة الجامعية ويستمر في حياته ويكمل مساره التعليمي. فنتمنى من الجميع انه هي الاجواء، خاصة في اجواء رمضان، موضوع الزيارات والامور هاي، الناس اللي بتعرف انه في عند حد بدرس توجيهي يخفف الزيارة، حتى كمان ايش ما يكون عامل ارباك للي بيدرس. الله يعينكم، في عوامل كثير مؤثرة، موضوع الكهرباء هذا عامل كبير، لكن في نفس الوقت احنا لازم كمان يكون لنا دور، مش احنا والكهرباء، كمان على طلاب التوجيه. ان شاء الله بيكون في بوادر ايجابيه لموضوع المصالحه وبينتهي الانقسام، نتمنى، خاصه في ذكرى الانقسام، وبنشوف شغلات على ارض الواقع حتى تيجي الكهرباء 24 ساعه. هي كانت حلم، ان شاء الله بيكون حقيقه وان كانت في فتره من الفترات. فنتمنى انه ان شاء الله يتحقق هذا الاشي عن قريب، خاصه موضوع المصالحه وانهاء الانقسام البغيض. كل فقرات البرنامج الصباحي بتنعاد الساعة 12 منتصف الليل أو كمان 5 دقائق على اليوتيوب ببحث برنامج صباح الكوفية. تابعونا كمان شوي في برنامج صحتك في صحنك على قناة الكوفية بعد برنامج صباح الكوفية. هذه تحية مني أنا محمد السوفي ومن طاقم العمل، إلى اللقاء.